وبدأنا نشهد المزيد من إثارة الأحقاد والضغائن في أمة العرب والمسلمين على أساس إثارة الحساسيات القومية. وما هو أخطر؟ اللعب على وتر المسائل الدينية والمذهبية. الأمريكيون تحدثوا عن حرب صليبية لتحريض المسيحيين على المسلمين وتحريض المسلمين على المسيحيين، وخصوصا في هذا الشرق في العالم العربي والإسلامي هناك تحريض ديني بهذا المستوى. ولكن الأخطر والأخطر هو اللعب على الخلافات المذهبية بين طوائف المسلمين أنفسهم، وخصوصا بين السنة والشيعة. اسمعوا أيها الإخوة والأخوات، في الزمن الذي يحتاج فيه المسلمون جميعا وخصوصا السنة والشيعة ليتحدوا ويتعاونوا وليحتفظ كل واحد بخصوصياته العقائدية والفقهية والفكرية والدينية، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الوحدة بدأت تصنع الآن. وأنا أجزم لكم بدأت تصنع بأيدي وأموال أمريكية وصهيونية قنوات فضائية جديدة في لندن وفي غير لندن، شغلتها وعملتها فقط وظيفتها أن تأتي بعلماء من الشيعة وعلماء من السنة وتفتح كل نزاعات الماضي وكل نقاشات الماضي، حتى القضايا الفكرية يتم إثارتها بشكل تحريضي يبعث على البغضاء ويبعث على التكفير ويبعث على استثارة الحساسيات. أنا أدعو إلى الوعي، أدعو إلى الحذر، أدعو إلى مقاطعة هذه الفضائيات الصهيونية الأمريكية. حتى هؤلاء العلماء أو المفكرين أو المثقفين هم مخطئون إن ظنوا أنه تتاح لهم فرصة التعبير عن أفكارهم.